يا صباح الخيرات والبركات عليكم جميعا. الحلقة الثالثة من سلسلة الليالي العشر. كنا وقفنا امبارح عند خليك مسؤول. خليك مسؤول لأنك أشهدت على حياتك قبل ما تيجي ووافقت عليها وأقررت بيها وأمنت بيها، عشان ما تقولش بعد كده إن ده أنا معرفوش، أو ده أنا مش مسؤول عنه، أو الناس هي السبب فيه، أو أنا كنت الظروف هي اللي عملت فيا كده، أو ربنا كتب عليا كده. ربنا أشهدك على حياتك قبل ما تيجي، فأنت مسؤول مش ضحية. دي اختياراتك. طيب، هي الآية دي بس الدليل إن أنا مسؤول؟ لا طبعا. واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. دي الآية 48 في سورة البقرة، والآية بتكرر تاني في نفس السورة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. والأهل التدبر الآية دي هدية، وركز كده شوية وركز في معنى الآية وشوف ممكن كلمة شفاعة كده بتفكرك بإيه. يعني مفيش حاجة من الآخر هتعرف تشيلها لحد، محدش هيرفع عنك عملك غير ذاتك، غير نفسك. لا تكلف نفس إلا وسعها، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويوما تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تكرار الآية في تأكيد إن أنت مجازى بعملك، بسعيك، بالخير اللي هتعمله بالشر اللي هتعمله. أنت مش ضحية لحد، أنت مش ضحية ظروف، مش ضحية أهل، مش ضحية أصدقاء، مش ضحية زوج أو زوجة، مش ضحية ظروف بلد. أصل ربنا ما كتبش عليك ده، لأ، ده أشهدك على حياتك اللي أنت مختارها من قبل ما تيجي. من يوم ما خلق آدم أشهدك على حياتك. هل وانت عايش دور الضحية والصعبانة شايف نفسك كده عليك القيمة اللي احنا قلناها في الحلقة الأولى؟ انت كده قيمة، انت كده بتحقق فطرتك على الأرض؟ أكيد لأ. طول ما انت عايش دور الضحية عمر ما هتشوف نفسك قيمة، لأن انت خرجت بره الفطرة الأصلية اللي ربنا خلقك عليها. خرجت عن الدور اللي انت جاي تحققه على الأرض برسالتك كبني آدم. كسرت التكريم اللي ربنا مديهولك. طبيعي ومنطقي انك تاخد العقوبة وتعادي نفسك، متبقاش طايقها، بس عشان انت مش طايقها بترميها على الآخرين. ده هم عملوا فيا كذا، ده هم سبب دخولهم في حياتي كذا، ده الظروف خلتني كذا، ده أحوال البلد عملت فيا كذا، ده ربنا هو اللي كاتب عليا كده، بقى هعمل ايه؟ يا عيني، وكأنك لا شيء. مع ان احنا قلنا من الأول خالص انك جاي بقيم فطرية
منها القيمة. أنا شخص قيمة محترم، أنا جوايا المرونة والتغير والاختلاف، وجوايا الحلول والتمكين. إزاي أبقى بالضعف ده؟ إزاي أعيش الهوان ده؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت بتدس إيه؟ هتخبي إيه على نفسك؟ يعني لو قلنا إن دس من التخبية، لما بنقول دس شيء خباه أخفاه، هتهرب من نفسك تروح فين؟ اضحك على الدنيا كلها. انت بقى هتهرب من نفسك تروح فين؟ تفتكر هتعيش مرتاح؟ ولا آلامك هتزيد لأن طول الوقت انت بتبعد عن الأصل، عن الاتصال الأصلي اللي موضوع فيك، عن نسختك الأصلية، عن الروح اللي منفوخة فيك. هتشوف نفسك ضعيف هين، هيبقى في نبرة من الذل. هل ربنا خلقك كده؟ هل هو اداك التكريم عشان تكون بالحال ده؟ أكيد لا. الخليفة اللي ربنا سماه خليفة في الأرض حاله ضعف، حاله غير محترم، حاله ما يملكش شيء، ما يعرفش حتى يمشي أموره ولا يحل حياته؟ بالتأكيد لا. عيد نظر تاني في نفسك، وهي مش هتضحك عليك، بس انت كمان خليك واضح وصريح معاها وما تضحكش عليها، وما توجدش مبررات. خليك حقيقي، خليك انت، خليك مسؤول. الفرق بين آدم وإبليس إن ربنا تقبل توبة آدم إنه كان مسؤول، وإن إبليس كان عايش دور الضحية. انت فضلت آدم عليا، فأنا مش هحب آدم، وهمشي أغويه عشان هو زعلني، هو السبب، هما اللي قالوا لي. ده الفرق على فكرة. بفاجئك انك عايش دور ابليس على الارض. تخيل بعد كل الصعبانيات دي كلها والطبطبة اللي انت عايز تلمها، طلعت ابليس صغنن كده حلو. معلش، عيد نظر. حتى لو الكلام بيوجع، بس لازم تعيد نظر. انت جاي بنسخة كريمة، سماها ربنا خليفة في الأرض فوق. وتصاحب على نفسك وخليك مسؤول. كل اختياراتك انت مسؤول عنها. شوف مين دخل حياتك وشوف ايه اللي حصل. اعترف انك كنت مسؤول، انك كنت سبب في ده. احنا جايين نغلط، احنا مش جايين نجلد، احنا جايين اصلا نغلط. مش عيب ان انت غلطت ودخلت حد ما يستهلكش، مش عيب ان انت غلطت وعملت حاجات غلط. ما انت بني ادم طبيعي عادي. ما انت لازم تغلط عشان تتوب، عشان تتعلم. ما هو كده اتعلمنا، احنا اتعلمنا كده. ده جزء من الموضوع فينا.